السلام عليكم. تشهد عليه أعماله الكبيرة وفضائله الجمة، فقد بقي الأثر بعد موته وحتى زماننا هذا بين أبناء الشعب الإريتري الحبيب وفي شتى مناطق بلادنا الغالية. نتحدث عن الأستاذ المربي محمد حامد هداد، الذي هو من آل ركا، الأسرة الممتدة والعائلة ذات التاريخ العريق. أستاذ محمد حامد هداد هو من مواليد 1932، وتعود أصول أسرته إلى بركنتيا. فاح عطره وفاض ثناؤه وعم خيره كل المحافظات والقرى في وطنه الصغير كرن وفي وطننا الكبير إريتريا، فقد زاع صيته منذ تخرجه من مدرسة قرقيس، وعم البادية والحضر، وذلك لعلمه الواسع ونجاحه الباهر، حيث تم تعيينه مدرسا في بركنتيا بعام 1947. انتقل بعدها إلى قرية منصورة، ثم عد ردي، ثم عد حلحل، حتى استقر به الترحال إلى مدينته التي يحبها وهي كرن. كان معروفا عنه الشجاعة والإقدام في إرسال رسالته السامية، وهي تعليم الأجيال وتربيتهم وتجهيزهم، فكان يصادم المحتل ولا يخشى في الحق لومة لائم، مما زاد من حب الناس له، وكانت كلمته مسموعة، وقد كان يجذب انتباه محدثه ولا يمل من الجلوس معه، فقد كان يجيد لغة البلين والتيغري والتيغرينيا، بالإضافة إلى الأمهرية والإنجليزية والعربية والإيطالية، مما جعله موسوعة علمية تمشي على قدمين. تم نقله إلى مدرسة زاغر في إقليم حماسين، لكن كانت تلاحقه الأيادي الاستعمارية خوفا من صوته وطمعا في جره إلى صفهم. لكن كان ولاء الأستاذ محمد حامد هداد لأهله ولوطنه والدفاع عن قضيتهم الأساسية في نيل الاستقلال والسعي في الوصول إلى الحياة الكريمة. تعرض نتيجة هذه المواقف الشجاعة إلى المضايقات، وفي بعض المرات إلى الاعتقال وحتى السجن لعدد من الشهور. الأستاذ محمد حامد رحمه الله تعالى كان مثالا يحتذى به في التدريس، ويشهد له بذلك كل من عاصره من الزملاء والأصدقاء وحتى المدراء. لذا تم نقله إلى العاصمة أسمرة، فدرس في مدرسة أخرية الإسلامية المشهورة، فكان رائعا في رسالته وأداء مهمته المقدسة بمهنية وتجرد. وبعد تحرير بلادنا الحبيبة إريتريا طلب التقاعد وتسليم الراية حتى يذهب إلى محبوبته كرن، فمكث فيها بين أهله وأحبابه حتى يعاود بعضا من أهله وأقاربه الذين استقروا في كسلا. أيضا تنقل بين كرن ومدينة كسلا بالسودان الشقيق حتى سلم الروح إلى بارئها بعد صولات وجولات في ميادين العلم والتربية والمعرفة، وبعد أن قدم لشعبه ووطنه الكثير والكثير. رحمه الله رحمة واسعة وتقبل منه، وجزاه عنا خير الجزاء.